4 اسباب هتخليك تدفع ال 1200 جنيه في الكيو 18 الهوكو وما تشتريش اي سماعه في نفس الفئه السعريه دي. طبعا انت مفكرني اقول لك اي كلام، بس انا هجيب لك المفيد. طب عايز اقول لك بقى ان السماعه بتيجي ببلوتوث 5.4، ومفيش سماعه في الفئه السعريه دي بتيجي بنفس البلوتوث، كلهم 5 و3 و5 و2، وبتكون كمان 6 مايك. طبعا مش هقارنها بالار 50 اي اللي هي بتيجي 4 مايك. فيها نظامين عزل، اي ان سي واي ان سي، طبعا ده عشان خاطر تقلل الضوضاء وتعزل الضوضاء. الشحن بتاعها بيقعد 6 ساعات، بس دي بقى مش احسن حاجه، لكن بالعلبه بتقعد معاك 27 ساعه. وكمان بتيجي بدرايفر 13 مللي. تخيل ب 1200 جنيه سماعه الدرايفر بتاعها 13، ايه الحلاوه دي. وفيها شاشه ال اي دي عشان تشوف الارقام او نسبه الشحن بتاعتها، وكمان بتقترن على جهازين في نفس الوقت، يعني من موبايل لللابتوب اما بقى لو مش مقتنع اللي هي اي ان سي وكمان 6 مايك، انا خليك تجرب تجربه صوت بنفسك دلوقتي عشان تحكم. اسلام مساء الخير، عايزين نجرب يا استاذ اسلام السماعه الهوكو. طبعا حواليها دوشه. سماعه حواليا دوشه واحنا بنتكلم من التليفون اهو وبنسجل المكالمه. تمام. تمام. دوشه، فاتح الازاز، ورمضان الساعه 4 العصر، راجع من الطريق كده الدنيا زحمه عظم، فعايز اسمع رايك فيها كده في استقبال المكالمات. انا سامعك كويس عامه. طيب تمام، هي صوتها الصراحة واضح، بس انت صوتك واطي سيكا، بس النويز كانسليشن بتاعها كويس جدا. يعني لو هي فيها نويز كانسليشن او ريدكشن، هي فيها فهي فيها باين فيها، مش سامع حاجة حواليك يعتبر. بص انا حواليا الا دوشه لو موت في موت، لا انا بالنسبة موتوسيكلات لي وعربيات وايه هلك السنين. لا انا بالنسبة لي مش سامع صوت دوشة خالص. مش بس كده، كمان بتيجي بضمان رايح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك